خلصت الثانوية عامة ونفسك تدرس بره وعاوز تعرف ايه الطرق المتاحة ليك؟ في الفيديو ده الحنش هيقول لك ازاي تدرس بره او ازاي تطلع بره بعد ثانوية عامة وايه الطرق المتاحة ليك وازاي تعملها. يلا بينا. ناس كتير فاكرة ان السفر بعد الثانوية العامة هو الطريق الوحيد المنح، تدرس لغة تستنى سنة كاملة علشان احتمال ياخدوك او لا، بس الحقيقة يا مولانا ان فرص المنح بتكون على مستوى العالم كله وفرص القبول فيها مش مضمونة ومش عالية قوي. في طريقين اتنين غير المنح يا مولانا موجودين في اوروبا تقدر ان انت تطلع عليهم بعد الثانوية العامة. اول طريق اسمه التدريب المهني اللي هو في المانيا الاوسبيلدونج. دوله زي المانيا فاتحه لك نظام الاوسبيلدونج ده وبتقول لك انا مش محتاجه منك غير حاجتين اتنين بس، شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها وشهاده لغه بمستوى مش اقل من B1، يفضل طبعا B2. التدريب المهني في المانيا يا مولانا مش محتاج منك مجموع في الثانويه العامه ولا حاجه، ده لو انت وضعك مش معاك فلوس ماديه تدرس دراسه جامعيه وفي نفس الوقت برضه مجموعك مش عالي، ده هيكون افضل طريق ليك. هتدرس تدريب مهني هتقبض من اول يوم تخش فيه البلد وهتاخد شهاده بخبره عمليه حقيقيه وتشتغل مباشره بعد ما تخلص التدريب المهني وهو على الاقل 3 سنين. لو عاوز تعرف عن الاوسبيلدونج بالتفصيل اكتب لي تحت بس في الكومنتات ايه هو الاوسبيلدونج وانا هعمل عليه فيديوهات بالتفصيل. الطريق الثاني وهو الدراسه الجامعيه، ده طريق الناس اللي كانت مجتهده في الثانويه العامه ومعاها فلوس وجايبه مجموع عالي ومعاها شهاده لغه، سواء اللغه لغه البلد اللي هي رايحاها او سواء مستواها قوي جدا في الانجليش، بس الموضوع بيحتاج مجموع كبير في الثانويه العامه وفلوس مصاريف الدراسه في الخارج. ثالث طريق معانا وهو التطوع. التطوع بيديك فرصه ان انت تعيش وتتعلم لغه البلد سنه كامله ومقابل بسيط جدا، ما بيكونش مرتب، بيكون مقابل بسيط ثمن تطوعك ده. بتعيش سنه في البلد بتتعلم لغه البلد، ممكن بعد السنه ديت تحول اقامتك ديت لاقامه دراسه. طريق كويس لو برضه مش معاك فلوس ما انتش متعلم لغه من البدايه. اكتب لي تحت في الكومنتات عايز تعرف انهي طريق بالظبط بعد ثانويه عامه او طريقك فين لاوروبا او امريكا او ايا يكن اي وجهتك ايه. اكتب لي بس تحت في الكومنتات وانا هعمل عليها فيديوهات كامله ان شاء الله. ما تنساش تعمل كمان لايك وحفظ وشير للفيديو ده عشان تستفيد وغيرك يستفيد، وما تنساش المتابعه لو مهتم تغير حياتك الافضل.